السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناتي بيز غوسات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا طورطه ديال البرتقال بشكل مختلف، كذلك مذاق مختلف على الطورطات اللي تنعرفوا ديال البرتقال. فبقوا معايا باش تشوفوا المقادير كذلك الطريقه، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات. فبالنسبه للمقادير عندي هنايا 210 غرام ديال البسكوي، هنا بسكوي مجروش ماشي مطحون كامل. وهنا عندي ياغورت بنكهه الخوخ، هنا يمكن لكم تستعملوا النكهه اللي بغيتو، يمكن لكم تستعملوا ياغورت طبيعي او جبن طري او ياغورت بنكهه الفانيلا. مهم ان غادي نضيف نصف ديال العلبه ديال الياغورت ونحاول نجمع بها هذيك الكميه حتى تشكل ليا عجين. هنا غير ان فوا نقبطو بايدي تشكل ليا كره، ما تعجنوش بزاف كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. وهنا عندي قالب، انا استعملت قالب مربع، يمكن لكم تستعملوا اي قالب متوفر عندكم. غنضيف ليه هذيك الطبقه ديال البسكوي ونحاول نشكل طبقه متساويه كيف كتلاحظوا معايا. غادي نخليه على جنب ونمشي نحضر الحشوه. بالنسبه للحشوه او بالنسبه للكريمه، هنا عندي 7 معالق ديال السكر، وهنا 7 معالق كبار ديال النشا. ملي كنقول 7 معالق كبار يعني كبار مملوئين. وهنا عندي نصف لتر ديال عصير برتقال ونصف لتر ديال الحليب وجوج علب ياغورت بنكهه الخوخ. النكهه ديال الخوخ كتجي هائله مع النكهه ديال البرتقال. هنا ضفت الحليب وغادي نضيف عليه هذاك العصير ديال البرتقال، وغادي نضيف هذوك 7 معالق ديال السكر، وغادي نضيف النشا او مايزينا او كريم باتيسير. هنا قلت لكم 7 معالق مملوئين، يعني مملوئين على شكل هرم. يعني هادشي علاش الوصفه ديال الكريم باتيسير كتكون حساسه شويه، لان خصكم تكثروا في النشا. وهاد الكريمه كتبغي النشا بزاف لانه مازال غادي نضيفوا لها الياغورت. كيف كتلاحظوا معايا هنا حطيتها فوق نار هادئه حتى تشكلت ليا كريمه. من بعد غادي نضيف هذاك الياغورت بنكهه الخوخ. هنا واخا كتبان لكم الكريمه عاقده بزاف، مازال غادي نضيف ليها الياغورت لان داك الياغورت غادي يخففها واحد شويه. كيف كتلاحظوا معايا هنا غادي نحركها حتى تشكل ليا كريمه. هنا زينت الحواف ديال القالب بشرائح ديال البرتقال. يمكن لكم تستغنيوا على هاد الطريقه ديال التزيين، كتبقى اختياريه. وهنا غادي نضيف هذيك الحشوه ديال الكريمه ونحاول نشكل طبقه متساويه. غادي ندخلها للثلاجه حتى تماسك لينا هذيك الطبقه ديال الكريمه ونمشيو نحضروا الطبقه الاخيره. هنا عندي جوج فلان بنكهه الفانيلا و203 مليلتر ديال عصير البرتقال، اي كاس وربع ديال العنبه. هنا ضفت العصير ديال البرتقال وغادي نضيف هذاك فلان بنكهه الفانيلا. وهنا غادي نضيف 4 معالق صغار ديال السكر، او تضيفوا 2 معالق كبار ديال السكر. وغادي نحرك هذاك الخليط حتى داك السكر والفلان يتجانس مع عصير البرتقال، وغادي نحطه فوق نار هادئه حتى هذاك المزيج يبدا يغلي. كيف كتلاحظوا معايا هنا غنخليه يدفى شي شويه عاد نكبوا على الطبقه ديال الكريمه. هنا كيف كتلاحظوا معايا نقصت من شرائح ديال البرتقال باش تجيني الطبقه متساويه. هنا غادي نضيف هذاك الخليط ديال الفلان. حاولوا ديروا هاد الطريقه باش ما تحفرش لكم الكريمه. كيف كتلاحظوا معايا هنا الفلان دغيا شد لان الكريمه اللي تحت بارده. هنا علاش ضروري انكم تخليو الكريمه ديالكم تبرد. وغادي نكمل نضيف هذاك الخليط ديال الفلان والبرتقال. وهنا غادي نزينها بشرائح ديال اللوز من حدها مازال ما جمداش باش اللوز يشد في الطبقه ديال البرتقال. من بعد غادي ندخلها للثلاجه حتى تماسك لينا هذيك الطبقه ديال البرتقال والكريمه. وهنا من بعد ما الطورطه ديالنا بردات غادي نحاول نحيدها من هذاك القالب.
كيف كتلاحظوا معايا كتخرج بسهوله. هادشي علاش خاصكم تخليوها تبرد، ضروري انها تبرد. وهذا هو الشكل النهائي ديال طرطة البرتقال. كتجي رائعه شكلا ومذاقا. الكريمه ديال البرتقال مع الياغورت الخوخ كتعطي واحد المذاق رائع، وهذيك الطبقه الفوقانيه ديال البرتقال مع الفلان كتعطيها واحد المروره ديال الليمون. كتجي صراحه كتجي رائعه. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.